تحويل الشهادات 16%، شهادات 25%، والبنك الأهلي وبنك مصر يقرران رفع أسعار الفايدة. تعال بينا نشوف أسعار الفايدة الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار، من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق. كل روابط الشهادات وأفضل استثمار لك لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. شهادات ال16% التي أطلقها البنوك الفترة الماضية، والتي لجأ الكثير ربط هذه الشهادة لأنها كانت في ذلك الوقت هي أعلى شهادة موجودة في السوق المصرفي، ولكن مع تغير التضخم ولجأ البنك المركزي رفع أسعار الفايدة وإصدار شهادات جديدة لسحب السيولة النقدية من السوق المصرفي، وإصدار شهادات بعائد مرتفع مثل شهادات 25% لمدة عام والعائد عليها سنوي، وشهادات أخرى 22.5% والعائد عليها شهري في البنك الأهلي وبنك مصر. ولجأ الجميع لكسر الشهادات لربط الشهادة الجديدة، ولكن شهادة 16% كانت لم يتم المرور عليها 6 شهور لكسر الشهادة وربط الشهادة الجديدة، وكان بينتظر الجميع أصحاب الشهادات مرور 6 شهور لربط الشهادات الجديدة، ولكن مع تصريحات رئيس بنك مصر ورئيس البنك الأهلي حول إغلاق إصدار شهادات 25% في حدود نهاية شهر يناير، وبدأ تخوف أصحاب الشهادات 16% من الإغلاق وعدم ربط الشهادة الجديدة، ولكن أعلن بنك القاهرة عن إصدار شهادة 25% السنوية وشهادة 22.5% الشهرية بالبنك لمدة عام، والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، وبذلك يطول فترة إصدار الشهادة، فيمكن أصحاب الشهادات 16% مع استمرار الشهادة في بنك القاهرة الوقت الكافي لمرور المدة الرئيسية وهي 6 شهور وربط الشهادة الجديدة. كما قرر البنك الأهلي وبنك مصر رفع أسعار الفايدة 2% على الودائع، كما قرروا رفع أسعار الفايدة على جميع الحسابات بالبنك الأهلي وبنك مصر، وهناك من المتوقع إصدار شهادات جديدة في الأيام القادمة. فتابع معانا الفيديو القادم، فيديو هام جدا، فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان تظهر لك بقية فيديوهات القناة إن شاء الله.